النوع التاني اللي هو النوع الخطر اللي انا كلمتكم عنه في البوست اللي فات، النوع الخطر ده هو للأسف الشديد بيكونوا ناس قريبين منا، سواء دايرة أصدقاء، دايرة قرايب، أو يعني أي حد unfortunately بيكونوا قريبين مننا، أو حتى معارف بس معرفة جيدة يعني. المشكلة إن هم أول ما بيحسوا أو بيعرفوا إن حضرتك عندك هدف وعايز تحققه، والوعي والإدراك عندك ابتدى يعلى، وخلاص انت اخترت ان انت it's time for you انك يعني تاخد الطريق ده علشان تنجح وتوصل للي انت عايزه. الناس دي للأسف الشديد خلينا نقول الشيطان كده بيلعب في قلوبهم شوية، وبيبتدي ينمو عندهم شوية حقد، شوية غيرة. بس احنا خلينا نتفق يا جماعة على حاجة، ودي لازم انتوا تحطوها هيدلاين عندكم كده في المخ: الإنسان متغير، طبيعته متغير، انت بتتغير وهو بيتغير. الفرق انه في ناس بتتغير بطريقة ايجابية بشكل حلو، بيشتغلوا على نفسهم، بيشتغلوا على بيواجهوا سلبياتهم واخطائهم، وبيشتغلوا على تصليحها او تصحيحها. وللأسف الشديد في مجموعة تانية طبعا بيتغيروا للأسوأ، وده برضو مش بسبب حاجة إلا إن هم بيكونوا تعرضوا لمواقف في الحياة، ايفنتس مش كويسة، يعني ايا كان هم في الاخر بني ادم. ولو انا غيرت المايند سيت بتاعتي انه انا الناس اللي انا بتعامل معاها دي بجد المشكلة مش فيا، المشكلة عندهم هم، وان كل الناس متغيرة، فاذا ده معناه انه انا ليا ربنا ونفسي. طيب هل الناس دي انا هقطع معاها؟ اكيد لا. ليه؟ لان احنا في برضو لازم نحط في الاعتبار يا جماعة ان في الناس دي كان في عشرة، في عيش وملح، في اعتبارات كتير قوي لصلة القرابة. طب نعمل ايه؟ اخليني شخص عندي ادراك وعندي وعي. طب حضرتك انا معرفش اميز الناس، معرفش الشخص ده كويس من ناحيتي ولا لا. اللي انا بطلبه بقى من حضراتكم، وده مجرب على فكرة، حضرتك بتاخد شهر، والله هو شهر او شهر ونص يعني خد شهر كده، شهر ونص، خليك شخص observer، خد مهنة الobserver. انا مش عارفة كلمة observer ايه، بس يعني observer انك تقعد كده ايه، تلاحظ بعين ثاقبة كده وفي صمت، مش تobserve وترد، لا، خليك بتراقب وبتشوف. هتشوف بقى ما لا تسر العين ولا الأذن في الحقيقة. ليه بقى؟ لأن الأشخاص دي هتبتدي إنها تتعامل بحيل نفسية. أنت لو صمت، والله يا جماعة الصمت ده نعمة، بجد نعمة. يعني علشان يعني مش كل حاجة، مش كل فعل لازم يبقى له رد فعل. طب أنا دلوقتي أنا عايز أفهم الشخص اللي قدامي، عايز أجيب آخره، عايز أجيب آخر أذيته إيه معايا. فبعمل إيه؟ بقعد ساكت، قامت، صامت لمدة شهر مهما عمل، وبعدها مهما عمل. ليه؟ لأنه في الأول هيبتدي يستعطفك بأشكال مختلفة، اللي هو الإيموشنال أبيوز. ما لقاش ده جايب نتيجة، هيبتدي إيه؟ طبعا هو الإيموشنال أبيوز ده بيعمله علشان خاطر يعطلك عن الطريق اللي انت فيه، يعمل لك تشتت في انتباهك. الحاجة التانية انه لو ما لقاش ده جايب نتيجة، يخش على ايه بقى؟ يخش على الأذية بقى. انه يعمل ايه؟ يبتدي كده بقى ايه، حيل نفسية يستفزك. الحاجة الطبيعية البديهية اللي الناس كلها بتعملها which is so weird، بس ما علينا، ننزل بوستات مش عارف فيها كلام ايه، ننزل اغاني على الستوري مش عارفة مالها، تلقيح الكلام والكلام ده كله. كل ده هم هيستخدموه بكل الطرق، بكل الطرق يا جماعة. بصوا، خلي دماغكم تفسحكم كده على درجة أذية الشخص،
وطبعا كل واحد بقى ايه وطريقته في الحيل، في واحد ماكر قوي 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 قوي، فده لازم تبقى واعيله وصاحي كويس جدا. في واحد على قده يعني هيتقفش برضو عادي. فاللي انا طالباه من حضرتك، لو انت بجد عايز تكشف الناس اللي حواليك دول بجد مؤذيين ولا هم بيوهموني ان هم كويسين، لكن هم من ناحيتي وبيحبوني وبيدعموني. وعلى فكرة الشخص اللي برضو اللي بيستخدم حيل نفسية ده، من ضمن الحيل النفسية على فكرة خلي بالك انه بيعمل لك ايه بقى، بيعمل لك كده، بيرمي لك بيسموها البريد كرامبس، يعني بيرمي لك كده الفتات من الخبز. قال يعني هو بيدعمك بجد، وان هو الحيطة اللي انت بتتسند عليها. لكن انت لو قعدت مع نفسك شوية وركزت كويس قوي في اللي هو بيديهولك، هتلاقيه انه ما بيديلكش حاجة خالص، مش بيديلك اي نوع من انواع الدعم اطلاقا. انت عمال بتدعم نفسك بنفسك، وبتوهم نفسك ان هو الباك بون بتاعك، او ان هو اللي في ظهرك، او ان هو is supporting you وبيدعمك والكلام ده كله. فخلي بالك من النقطة دي. ادي لنفسك شهر واحد يا جماعة، والله شهر واحد يعني دايما يقولك ايه، مش دايما بتشوفوها كده على الانستجرام والبوستس وكده، بيقولك ادي لنفسك 3 شهور واختفي، هترجع بني ادم تاني خالص. وده حقيقة. فانا بقولك طبعا هو مش هدفك هياخد 3 شهور، انا بتكلم على رحلة الادراك بتاعتك او الوعي بحاجات كتيرة، ان انت بس تاخد بالك مين اللي حواليك. طب هل انا في الشهر ده هبقى قاعد ساكت؟ اكيد لا. انا في الشهر ده انا واقف زي ما قلت قبل كده، انا ماشي بالقطر بتاعي ومش هوقفه لحد تاني. تقول لنفسك، لانها برمجة يا جماعة، انت بتبرمج بتبرمج دماغك على انه القطر بتاعي انا اللي بمشيه ومش بيوقف لاي حد. اللي عايز يطلع على القطر بتاعي ويدعمني ويسابورت مي، اوكي انا تمام. مش هيدعمني، انا ماشي عادي جدا، بنزله في المحطة الجاية وخلاص. طيب الحاجة التانية اللي أنا عايزة أقولها، إنه في النقطة دي بالذات، لأن دي مهمة جدا يا جماعة، والله الشهر ده هيعمل حاجات غريبة. أنت هتفضل قاعد كده بتتفرج على مهازل بمعنى الكلمة. هتفهم الحالة النفسية. على فكرة خد بالك ممكن تيجي من إيه؟ ممكن تيجي من النكتة، إن هما يتلموا عليك، يعملوا أول ما تيجي تتكلم على الهدف بتاعك يتكلموا عليك بشكل سلبي. بشكل سلبي، انه مثلا يقلبوا فكرتك زي كأنها نكتة ويقعدوا يضحكوا عليك. خلي بالك قوي 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 من الشخص ده اللي بيقعد يقلس على حاجتك او الهدف بتاعك، مش بس هزار صحاب. انا بكلم لما تيجي انت تتكلم عن هدفك او اللي انت عملته او الانجاز اللي انت عملته، هم شافوه وابتدوا يضحكوا عليك فيه، ده خلي بالك منه كويس جدا للأسف الشديد. وخلي بالك كمان من اللي بيدعمه في ده، يعني بيسقف له وهو قاعد وبيضحك على ضحكه وبيزود الشطة والبهارات كده وهم قاعدين عشان يكملوا الضحك. خلي بالك برضو من ده للأسف الشديد شخص لا يؤتمن، و unfortunately يعني مش trustworthy زي ما بنقول. طيب